بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى. الموضوع ديالنا اليوم غنتكلموا على إن شاء الله رحلات جوية إن شاء الله مبرمجة إن شاء الله من رايانير، اللي غادي تتجه إلى مدينة بني ملال. غادي يستافدوا منها الفقيه بن صالح، خريبكا، كما نقولوا بالرصيد، العستراغنا، سوق السبت. هاد الرحلات هادو اللي هي مهمة جدا، اللي غادي تكون ان شاء الله من الانطلاقة ديالها من مدينة بيرغامو ومن ميلانو الى مدينة بني ملال. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إخواني، مغاربة اللي موجودين بتركيا. كاينين بعض المغاربة اللي هما الله يرحمهم توفاو، مغربيات اللي توفاو، وكاينين بعض المغربيات والمغاربة اللي هما كيعانون من البرد ومن الشتاء اللي بحكم هاد المدينة اللي كانوا فيها ديال فين ضرب الزلزال ديال تركيا، أنطاكيا. كاين بعض المغربيات اللي هما كيعانيو وكيطالبوا من الحكومة المغربية باش تساعدهم، باش يتعاونوا معاهم في الرحلات إن شاء الله، ينظموا لهم بعض الرحلات من تركيا إلى المغرب باش يرجعوا للمغرب، حتى إن شاء الله الأمور كما نقولوا ترجع على أحسن ما يرام. وعزاؤنا واحد للشعب التركي وللشعب السوري. إخواني الكرام، لهذا الزلزال المرعب والعنيف اللي هو ضرب تركيا وضرب سوريا، اللي كثير من الضحايا إخواني اللي توفوا، راجيا من الله تعالى أن يرحمهم رحمة واسعة ويتقبلهم قبولا حسن ويجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. إخواني، عزاؤنا واحد للشعب التركي وللشعب السوري. ما عليكم يا إخواني إلا الصبر. إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون. القضاء والقدر إخواني من عند الله سبحانه عز وجل. لهذا ما زال غادي يجي الفرج إن شاء الله. لهذا اصبروا إخواني، اصبروا إن الصبر مفتاح الجنة. الحكومة المغربية إن شاء الله باش تساعد المغربيين، المغاربة اللي موجودين بأنطاكيا بتركيا، اللي هما كيعانيو، حتى المساعدات ما واصلات لهم من كثرة بقى الأمور شوية معقدة. لهذا حاولوا تساعدوهم، جزاكم الله خيرا. والنقطة الثالثة اللي غنمشي ليها، وهو الشاب اللي حرق راسو أمام القنصلية المغربية بمدريد. شاب مغربي 45 سنة. هذا الشاب هذا كما كيقولوا الصحافة ديال مدريد بأن القنصلية عاملوا معاملة خيبة، كما نقولوا معاملة سيئة. والعقدة الوحيدة اللي كاينة بالنسبة للمهاجرين الموجودين بإسبانيا وحتى إيطاليا، وهو هاد المواعيد اللي الناس ولات كتلقاها وكتسدها عن طريق الحاسوب، عن طريق الانترنت. وراكم عارفين الجالية المغربية كاينة بعض الإخوان اللي ما عندهمش دراية على الحاسوب، وكيضطروا باش يمشيو للقنصلية باش ياخذ الموعد، وعاد يتسنى، وعاد من بعد يمشي، وخاص الوثائق يفاكسي قبل ما يمشي، ولا خاصو شي ورقة تاني عقبو تاني يلغيو ليه الموعد وعقبو يردوه. الأمور معقدة بزاف. لهذا كنتمناو من الحكومة إن شاء الله المغربية باش تكون واحد الإطلالة على القنصليات، ويحاولوا يديروا واحد التسهيلات للمغاربة، وتكون واحد الحملة باش يوصلوا كاع الأمور المغاربة حتى المدن ديالهم إن شاء الله، واللي يمشيو لعندهم ويقضيو لهم الأمور ديالهم
لأن الأكثرية ديال الإخوان عندهم باسبور وافي، لاكارت وافي، بغا يتسجلوا في الحياة المدنية، بغا يديروا ضمانات، بغا يديروا وكالات، بغا يعني مادام من أمور ملي كانت القنصلية مفتوحة الناس كانت تقضيها. دابا الأمور ولات معقدة بزاف صراحة هي هادي، لأن حنا كاينين بعض الإخوان اللي هما كلمونا ويعني وقالوا بأن الأمور معقدة بزاف. لهذا أنا كنظن هاد السيد اللي حرق راسو السبب غيكون هذا هو السبب، والله أعلم، بأنك قال بأن عاملوه معاملة خايبة، وهو حاليا بالمستشفى باقي كيتعالج، لأن عتقوه متوفاش، ونطلبوا الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. ولهذا هاد المعاناة ديال القنصلية راه ماشي كاينة غير في مدريد، كاينة حتى في بلباو، وكاينة في فالنسيا، وكيقولوا حتى مرسيا. هادي بالنسبة للصحافة اللي تكلموا، لا بالنسبة للناس ديال التواصل الاجتماعي ولا بالنسبة للصحافة ديال مدريد، قالوا بأن المعاملات ديال القنصليات كيتعاملوا مع المهاجرين يعني خايبة بزاف. وكنتمناو إعادة النظر بالنسبة للقنصليات مع المهاجرين، لا بالنسبة لإسبانيا ولا بالنسبة لإيطاليا. تعاونوا مع خوتكم المغاربة وإن شاء الله وتقادوا لهم الوثائق ديالهم باش تكون على الأمور على أحسن ما يرام. وشكرا إخواني الكرام، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.